هالة يماني تطل على الجمهور بالحجاب وتعلن اعتزالها مهنة التمثيل. فاجأت الممثلة السورية هالة يماني الجمهور ظهورها بالحجاب وإعلانها اعتزال مهنة التمثيل بعد غياب لفترة عن الساحة الفنية. وأطلت يماني في بث مباشر على تيك توك حسبما رصدت منصة ترند معلنة اعتزالها للعمل في الوسط الفني. وظهرت هالة يماني بالحجاب في إشارة إلى اعتزالها للتمثيل لأسباب دينية. كما وتمنى لها المتابعون التوفيق في قرارها الجديد وسط أحاديث عن نيتها لتأدية مناسك العمرة. وقالت هالة يماني أن أحد زملائها في الوسط الفني السوري سخر من ظهورها بالحجاب واعتزالها التمثيل. وعند سؤالها عن الممثل الذي سخر منها رفضت في البداية ذكر اسمه وقالت أنه مريض ولا تحب أن تجرحه. إلا أن هالة يماني انفعلت خلال البث المباشر التي رصدته منصة ترند وقالت أن يحيى بيازي هو من سخر منها. وشاركت الممثلة هالة يماني في العديد من المسلسلات ما بين الشامية والاجتماعية والكوميدية والتاريخية وغيرها. ومن أبرز أدوارها دور فايزة ابنة أبو النار في مسلسل باب الحارة، ونهلة في مسلسل الولادة من الخاصرة بأجزائه الثلاثة.